السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. طبعا شهر رمضان كله خير من عند الله. تعالى بقى في شهر رمضان اجمل طبق بيبقى موجود على السفرة. تعالى اقول لكم سر من اسرار اللي انا بعمله لاولادي. اجمل طبق على السفرة. تعالى اقول لكم بقى الطبق ده انا بعمله طبق بلح باللبن. تعالى اقول لكم انا بحط فيه إيه. اول حاجة بجيب طبق، بجيب اللبن بتاعنا، بجيب اللبن بغليه طبعا، وبعد كده بس بيبرد شوية بجيب الطبق بتاعنا كده، بجيب فيه اول حاجة بحط البلح بيبقى مفصص سوا بعد كده كويس جدا. ده بالنسبة للبلح بتاعنا. بعد كده بروح حاطه ايه اللبن عليه. يبقى اللبن عباره بياخد نص كيلو لبن، ما بيخش كتير يعني. طبق البلح ده ما بيخش كتير، نص كيلو لبن. حطيت البلح واللبن. بحط ايه تاني معاه؟ بجيب الزبيب، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين زبيب. علمكم يا جماعه انا ما بحطش فيه سكر خالص، عشان كل الحاجات اللي انت اصلا بتحطيها، البلح اصلا مسكر، كل الحاجات اللي انت بتحطيها فيه مسكره. بجيب فول سوداني بحط برده منه معلقه. بجيب قراصيا، في ناس بتحب القراصيا وفي ناس حسب اللي يحبها يا جماعه. طب نجيبها بيبقى مفصصاها مجهزاها كده، دي طعم جميل جدا جدا لطبق البلح. انا اولاد بيحبوا الطبق ده جميل جدا جدا جدا. عندهم يعني لو حط لهم لحمه او فراخ او اي حاجه ما يحبوهاش قد ما يحبوا حط فيه مشمشيه طبعا، خليها طعم تاني. واقول لكم اجمل على السفره بصراحه، اجمل طبق السفره بالنسبه وانتوا لو عملتوه هيعجبكم كتير قوي قوي قوي. يبقى احنا حطينا ايه بقى؟ البلح واللبن والقراصيا والمشمشيه والفول السوداني. اخر بقى حاجه بنحطها جوز الهند. ما بنكترش يا جماعه جوز الهند، هو طبعا بيدي طعم حلو جدا وبيدي شكل حلو، بس على حسب الرغبه. في ناس تحبه وفي ناس لا. الناس اللي بتحب التين اولادي مش كلهم، في ناس تحب، عندي في اولاد يحبوه، فعشان كده بعمل طبق تاني بالنسبه للي بيحب ايه في التين. وده كده طبق البلح. ده طبق البلح بتاعه سهل جدا ومش صعب. بص كده شكله انا ما خلصناه. اسرار طبخ ماما نونا. لو عجبكم وانا اعمل لكم المره الجايه حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه الاشتراك واللايك بيفرق مع ناس كتيره. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يكرمكم يا رب بليله القدر والدعوات الجميله فيهم. وما تنسوناش من الدعوات ان شاء الله بشئة الرحمن. وربنا يفك كربنا وكربكم ويرزقكم يا رب بالحج والعمره ان شاء الله، ويفك كرب كل انسان يا رب، ويسعد كل انسان ويشفي كل مريض. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.